بوجد الترحيب بحضراتكم وبرحب بصديقي العزيز الاستاذ ايمن عيد الصحفي بموقع صدى البلد. اهلا بيك ومنورنا. تحياتي لحضرتك. بشكرك لوجودك معنا. شكرا لحضرتك. طيب خلينا نبدا من الاسماعيليه، وانت يعني اكثر تغطيه لاخبار المصري وحكايات بورسعيد، ولكن اسماعيليه برضو يعني لصيقه وقريبه وخط واحد واكيد الاجواء واحده. حالة العشق اللي موجودة عند جماهير النادي المصري تساويها حالة العشق اللي موجودة عند جماهير النادي الإسماعيلي. الإسماعيلية بتتكلم كورة وبتعيش كورة، ونفس الحكاية في المصري مع أو في بورسعيد مع المصري. لكن واحنا بنتناقش دلوقتي قلت لي أنا مستغرب إنه ده يحصل، لأنه ده مش موجود حتى لو في حالة غضب عند الجماهير وشباب الإسماعيلي بالذات أو شباب الجماهير الإسماعيلوية، بس بالصفة دي ما كانش ده متوقع. بالظبط، ده صعب جدا إن هو يحصل، من الحاجات القليله جدا المفروض ان هي تحصل بعد ما اقرينا قانون الرياضه الجديد، وبعد ما الكل عانى من عدم عوده الجماهير وعدم وجود الجماهير. الحاله زي ما حضرتك قلت في بورسعيد وفي اسماعيليه الحاله واحده. احنا بنتكلم على جماهير بتعشق كوره، ايوه، بنتكلم على جماهير بتتنفس كوره، بنتكلم على مدينه حياتها قايمه على الكوره. لا انا دايما بقول ان في بورسعيد وفي اسماعيليه حديث الصباح والمساء هو الاسماعيلي والمصري. صحيح. تدخل في اي مكان بالنسبه في بورسعيد، تدخل في اي مكان، مطعم، فول وطعميه، عيش، اي مكان هتلاقي النادي المصري متواجد في اي حديث جانبي. انا عندي يعني قريب حتى في الشارع اللي انا ساكن فيه بعد الصلاه، بعد كل صلاه بتجمع جيراني والناس بيتكلموا كلهم وعاملين استوديو تحليلي بقى وهم واقفين في الشارع بيتكلموا. فنفس صحيح. الحاله دي هتلاقي نفس موجوده في اسماعيليه فعلا. بس خلينا نفكر، مجموعه شباب عندهم وجهه نظر معارضه، عندهم طلبات، لان النادي الاسماعيلي الموقف السنه اللي فاتت بيختلف تماما عن الموقف. بس خلي بالك اول جمله اعتراضيه، هم اقل من فئه شباب، يعني هي المرحله السنيه اللي شفناها عملت ده، مش المرحله السنيه دي اللي عندها وجهه نظر. بعد اللي حصل النهارده ده هم يلاموا بشكل كبير، لان اللي حصل ده انا مش بقول يعني مش بشتمهم، انا بتكلم عن انه اصل فئه الشباب، عارف، لو اتكلم مثلا عن 17 18 20 سنه حاسس بالخطر اللي بيعمله او عنده وجهه نظر حتى فاهم، لكن ده له فاهم. طب خلينا نقدر نفكر برضو ان هو بعد خلاص بقى يعني بقى ما بقاش في حيل عنده، ممكن يضطر ان هو يعمل كده. ممكن ما بقاش حيله عنده تجاه النادي انه تصحيح اوضاع معينه. بالظبط كده. انا فقدت كل سبل الامل، وان انا اعرض وجهه نظري او مخرب وجهه نظري. طب خلاص، ما هو يعني زي ما بيقولوا كده خربانه. ده كلام منطقي؟ مش منطقي تماما، ولكن هو بيصف الحاله اللي موجوده في اسماعيليه. الجماهير معترضه على مستوى الفريق الموسم ده. الفريق كان الموسم الماضي طبعا مستوى رائع جدا، وكان عنده مدير فني رائع، رحل في ظروف غامضه انت ما قدرتش تحافظ عليه. نقدر نقول برضو كل لاعب او مدير فني اجنبي بالذات بيكون في مصر بيبصوا لمصلحته الماليه فقط لا غير، ومع طبعا الظروف الاقتصاديه، ومع طبعا سعر العمله موجود هنا، فالاسعار طبعا بيكون مبالغ فيها. طيب وصلت المركز كويس، اضطريت ان انت تبيع نجوم الفريق عشان تقدر نفس الحاله دي برضو موجوده في بورسعيد. صحيح. ما هو انا المشكله كلها ان بعض الانديه الاقاليم، وهي وجهه نظر واحده، انديه الاقاليم بتحاول تبيع اللي عندها، منتج اللي عندها عشان تقدر تعيش البيت يعيش. طب انا برضو نفس الحاله دي عندي في بورسعيد. بقى محمد حمدي راح واحمد ايمن منصور مشوا من الفريق عشان اقدر ان انا اصرف. طب الانديه ليه ما بتحولش من نفسها ان هي تبقى مؤسسه عندها استثماراتها، عندها الموارد بتاعتها؟ كل ده محتاج مجهود، ومحتاج على فكره برضو مورد مالي. مين اللي هيصرف على الموضوع ده؟ فين الافكار، فين التنفيذ، وبعدين الفكره لما تبدا، طب هتبدا ازاي؟ كل الحاجات دي كلها ما وصلتش لسه للانديه اللي موجوده في محافظات الاقاليم زي الاسماعيلي وبورسعيد واسكندريه. الانديه دي كلها عايشه على شخص بالظبط، والشركه الراعيه موجوده بمبلغ دعم. المبلغ ده مش هيكفي طبعا، يعني المصاريف رهيبه، يعني في مصاريف رهيبه، ملاعب، تنقلات، فنادق، كل الكلام ده كله فيه. طب والعائد؟ العائد ايه؟ الموضوع كله هي موضوع منظومه. موضوع منظومه. المفترض من وجهه نظري فتح حوار حديث ما بين مجالس الادارات وما بين الجماهير في كل مكان، نسمع
يبقى في لجان متخصصه في كل نادي ان هو يقدر يتواصل مع الجماهير ولو حتى بشكل شهري. كل شهر يتعامل اجتماع والجماهير تعرض وجهه نظر، والجماهير تحس ان في امل للتغيير. انا اتذكر بروسيا دورتموند في المانيا كان مهدد بالافلاس، اللي انقذوا جماهيره اتبرعت وشاركوا في في الدوري الانجليزي اكتر من حادثه حصلت مع انديه حصلت في الدرجه الثالثه والثانيه. في نادي سعودي، انا مؤخرا بقيت اتفرج على الدوري السعودي، لقيت نادي على ما اعتقد ممكن النادي الواحد اللي فيه كابتن احمد حسام ميدو في الاعلانات اللي موجوده في الملعب ادعم ناديك. وده نادي بيلعب في دوري المحترفين السعودي، وكل الناس دلوقتي منبهره لسه. والزمالك عمل ده في فتره ما قال ناديك وناديك، وكان لسه السوبر الايطالي بيتلعب في السعوديه امبارح، وانت عندك نادي في الدوري المحترفين السعودي وبيطلب دعم من جماهيره. اذا هي الجماهير هي رقم واحد في كل المؤسسات. كويس. انا بحب النادي بتاعي وزعلان من اللي بيحصل فيه وعايزه افضل وعايز اقول كلمه ليها وقتها، ليها مكانها. هل مكانها الملعب؟ لا طبعا، لا طبعا. انا في نفس المثال انا كان عندي مباراه على فكره برضو، ما انا اسف انا بقطعك، لكن برضو حصل يعني تعديات من الجماهير الافريقي، وفي بدايه المباراه كان ليهم برضو جماهير قليله صحيح يعني، لكن في فيديوهات اتنشرت ليهم هم موجودين في المطار قبل ما يجوا هناك في تونس، وهم بيسبوا او بيقولوا كلام سيء، في تصرفات غير لائقه صدرت منهم وهم موجودين في الملعب، وده خلى الولاد ترد برضو بالطريقه دي، وحصل التقاذف والحاجات الازايز والكلام ده. يعني ماشي، لكن فين ضبط، فين العقل في الموضوع ده؟ عايزين ننفذ العقوبات، مش كل ما واحد يغلط ويتم مثلا يعني القبض عليه او فنعيط ويفرجوا عنهم مستقبلهم. لازم تتعلم من الخطأ بتاعك. سمعتني ولا في المقدمه قلت انه في عقوبات، وضربت مثلا ببرلسكوني لما وكان رئيس وزراء يعني ايطالي سابق، خلوه يعني ينظف تماما. في مشجع على ما اعتقد من فتره لنادي تشيلسي الانجليزي اتمنع من حضور المباريات، او يعني انا مش فاكر النادي بالظبط تحديدا، على اعتقد ان هو تشيلسي او مانشستر سيتي حاجه زي كده، اتمنع علشان وجه هتافات عنصريه. ايوه بالظبط. للاعب. قول هم هناك عندهم الضوابط الخاصه بدخول مشجع طبعا، لكن انا بتكلم على العقوبات. يعني انا مسكته في قضيه جنائيه ودعا ولد صغير وانا مش عايز اضيع مستقبله، يا اخي حطه في بقى حاجه زي كده، يشتغل في نظافه عامه، يشتغل في كذا. مش عايز اربط الاحداث اللي بتحصل في الملاعب الاحداث جنائيه، انا عايز اخليها ان هي ضبط سلوك بالظبط كده. يعني تقويم. انا هحرمك من الحضور. يعني احنا عايزين نتحول لمنظومه الكترونيه، يبقى كل واحد داخل عارف مين صحيح. اللي داخل مين اللي رايح، اسمك متسجل، بتروح تقعد فين، كل الكلام ده كله، علشان فيما بعد اقدر اقوم سلوكك. انا لو منعتك عن شيء خلاص انت هتلتزم بيه. يعني في مقوله في علم النفس على ما اعتقد بيقولوا لو امتنعت عن تصرف او فعل شيء لمده 21 يوم فانت خلاص انتهيت. خلاص يعني اعراض الانسحاب بتروح منك، وبالتالي بتلاقي نفسك بعيد عن الموضوع. عايز اقول في حاجه تانية، المصري كان بيلعب اتحاد العاصمه الجزائري في بورسعيد. هل صدر اي شيء؟ ولا العلم الحساسيه طبعا اللي موجود. على فكره النهارده حتى جماهير شبيبه الساوي في الجزائر كانوا رائعين جدا وجمال جدا في تشجيعهم لفرقتهم. الامر لا يعتدي بقى ان احنا نبوظ الدنيا، ولكن هي رساله للعاقلين في محافظه الاسماعيليه، تسمعوا الجماهير، وايضا رساله اخرى للعاقلين في النادي المصري، اسمعوا الجماهير. برضه في اعتراضات في بورسعيد، اعتراضات جماهيريه. على ايه؟ الاعتراضات دي في المباراه الاخيره اللي كانت موجوده في بورسعيد، الجماهير اعترضت بشكل مختلف، ما راحتش للفريق، ما ازرتش الفريق، والناس يعني الناس كانت في حاله حزن طبعا على المستوى واتغلبنا في بورسعيد. كان في نفس الوقت ده كان جمهور الاسماعيلي في مباراه في البطوله العربيه، كان كامل العدد، وكان موقف الفريق صعب. الكل في بورسعيد اشاد بجمهور الاسماعيلي، وقال جمهور الاسماعيلي على الرغم من صعوبه الموقف. صحيح. ولكن انا هنا الموقف الاعتراضي اختلف. انت اعترضت يعني الاحداث كانت مؤسفه، هنا اعترضت باسلوب او بشكل اعتراضي. انا امتنعت عن الحضور، انا بوجه رساله، انا معترض. في كلا الحالتين المشجع محتاج ان هو عايز فرقه كويسه بتفوز على طول، بتحقق انتصارات، ما يشوفش فيه تقصير. ده بالنسبه للمشجع يعني.
مشجع هو عايز فرقته بس تكسب مم. وتلعب كويس بالظبط. وهو مبسوط. طب المنظومه دي كلها او الموضوع ده محتاج مجهود كبير لازم يحصل. انا لازم موجود في نادي، لازم احاول ان انا اوصل النادي بتاعي لاعلى الاماكن، احاول استخدم النادي بتاعي ان هو يكون عنده موارد ماليه، يكون ليه دخل. طب المصري، وخلينا ندخل ناخده كمثال، هو عانى من الموضوع ده وبرر ده للجماهير وقال لهم احنا هندعم بصفقات، هنجيب مدير فني، وحصل مع كابتن ايهاب جلال ولا يلام على النتائج السابقه. الراجل لسه بيحاول يعني وكانه بيعيد بناء فريق يعني ضعف من خلال العناصر اللي راحت منه. في صفقات جت في المصري، لكن هل ما زالت حاله عدم الرضا ولا في انتظار لنتيجه من الفرقه؟ هو الوضع حاليا في النادي المصري الكابتن ايهاب جلال بيحاول ان هو يلم البيت. طبعا بعد حاله التفكك اللي حصلت بعد رحيل الكابتن حسام، جابوا كام لعيب في يناير؟ هو 3 لاعبين فقط لا غير حاليا. سعيدو وحسين رجب، وفي لاعب من فريق اسوان. دول التدعيمات الاخيره. طيب انت بتتكلم على التدعيمات دي، التدعيمات دي ظهرت بشكل كويس في مباراه بيراميدز. كابتن ايهاب جلال بيحاول ان هو بيشتغل على الريتم الهادي. الهدوء عنده شويه، عارف ان هو دايما انت عارف في عنده طريقه لعب. وهو بيقول ان التدعيمات اللي هتيجي عندي لازم تكون هي من الناس اللي تقدر تنفذ طريقه اللعب، وهو كان حاطط عيده على سعيده ان هو يضمه لاي فريق. التدعيمات مستمره، ولكن النادي المصري بيواجه ازمه ماليه في التدعيمات الاخيره. يمكن كان قام بيها الاستاذ سمير حلبيه. ايوه، على يعني زي ما اعلنوا في النادي ان هو متحمل التكلفه وصلت حوالي نقدر نقول 4 أو 5 مليون جنيه. كويس. طبعا هو المبالغ دي بيتم سدادها وبيستردها مره اخرى في حين طبعا وصول النادي على اي مبالغ ماليه. الجديد عندي ان النادي المصري بيواجه ازمه بقى في الحصول على مستحقاته من الاتحاد الافريقي. نتيجه مشاركته في الكونفدراليه اللي فاتت بالظبط. ليه $300,000. كويس. $300,000 دول نتيجه المشاركه. هو كان حاطط امل ان $300,000 دول ممكن ينعشوا الخزينه في اي شكل، وكان محدد لهم ان هم يروحوا في مصاريف جودي انيك اللي هو اللاعب النيجيري. طب ما في اللعيب اللي راح السعوديه ده اسمه ايه؟ $400,000. فهو قالوا هنحط ال 400 اللي يجوا من احمد جمعه في احمد جمعه بالظبط، وال 300 اللي يجوا دول ممكن ندخل بيهم بصفقه. كويس. الفلوس وصلت للاتحاد المصري. وصلت للاتحاد المصري. وصلت للاتحاد المصري. عظيم. مفيش افراج عنها بقى. ليه بقى؟ عندك 3 مليون متاخرات لاتحاد الكوره. عندك 2 مليون ونص مشكله اسلام عيسى وتاخر القسط بتاعه، هم كانوا مقدمين شكوى. عندك متاخرات اخرى للاعبين. وبالتالي عليهم لسه فلوس لاتحاد الكوره. بالتالي ال 300,000 دول هتحط عليهم كمان فلوس، هتدفع تاني عليهم. هي مشكله بتمر بها الانديه كلها. الانديه زي ما قلت لحضرتك ما عندهاش اي موارد ماليه طبعا تقدر ان هي تصرف، وده طبعا نقدر نقول عيب موجود في مجالس الادارات بشكل واضح. في خبر كاتبه الزميل محمد عباس في الاهرام، الناشئون طبعا الناشئون سلاح المصري في الدور الثاني للدوري، الاداره تتعاقد مع 8 لعيبه او لاعبين وجلال يبحث عن بديل اسلام. بيتكلم الخبر عن طبعا استعداد المصري لمباراه المقاولين المؤجله من الاسبوع العاشر في يوم الخميس ان شاء الله، والمعسكر اللي هيعقد كمان. حكايه الغيابات والاصابات والايقافات اللي عنده، اسلام عيسى، محمود حمد، مارسيلو، محمد شطه، احمد شوشه، قصه يعني غيابات مؤثره طبعا. الاستفاده بقى من البوركيني سعيد سامبوري وحسين رجب، والمفاضله بين حارسين احمد مسعود واحمد بوسكا والاستقرار عليهم. لكن بيتكلم على انه هيتعاقد في اجراءات تعاقد تمت مع 8 لعيبه من قطاعات الناشئين: محمد السيد العربي ميشو، ابراهيم الغنام، احمد يوسف، مصطفى ايمن، محمد الجمل، علي حمدي، ايهاب العايدي، حارس مرمى منتخب مصر فريق 17، زياد فرج. ودول بينتظموا في التدريبات، لكن كمان في ترقب لوصول الصفقات الافريقيه المرشحه للانضمام للفريق الاول. في صفقات جايه افريقيه ثانيه؟ في صفقات المفترض ان يكون في لاعب او في 2 لاعبين موجودين ممكن ينضموا للمصري الفتره اللي جايه.
يمكن النادي المصري وكابتن ايهاب جلال وضع بعض التدعيمات اللي ممكن يكون في مركز الوسط المهاجم او المهاجم. سيادة اللي هو مدير امن اسماعيليه شخصيه محترمه جدا. هو متعاون، والجماهير قبل كده هتفت اكتر من مره هتفت ليه، ودايما ليه مواقف كويسه مع الجماهير، وبيحاول يساعد الاطفال ان هم يدخلوا، بيشجعهم وبيحمسهم، بيحاول ان هو الاطفال والشباب دول ياثر عليهم ان هم يبقوا عنصر ايجابي في التشجيع. ولكن طبعا اللي حصل بقى اللي راح اتعور واللي راح اتقبض عليه واللي هيبات النهارده في الاسم واللي ابوه النهارده راجل غلبان مثلا هيقعد يلف وراه. ثقافه الاعتراض بشكل يعني كويس. كسبوا ايه دول؟ ما هو انا ليه مش عارف، احنا ليه ما نتعلمش من الاخطاء؟ وليه دايما ما مش عارفين نفرق ما بين الصح والغلط؟ وليه ما نعرفش ان انا ليا دور او ليا مكان او ليا حدود معينه للاعتراض؟ ما ينفعش اللي انا عملته النهارده ده، ما هو انا فريقي اللي انا بشجعه انا خلاص دمرته، انا بقضي عليه كده. طيب كنا بنكمل كلامنا على المصري وانه الانتظار يعني هل فكره انه يبقى عنده صفقات جديده اخرى الاستعانه بولاد الفرقه من الشباب، ده حاجه كويسه جدا يعني قبل ما ادخل لنقطه الناشئين انا كنت هكمل نقطه في مراكز لا كنت بتكلم مع سيادة اللي هو مدير امن اسماعيليه بالامس، بساله يعني على امكانيه وجود جماهير النادي المصري في الماتشات القادمه يعني. فهو الراجل طبعا مشكورا تواصل بشكل كويس ويعني وضح لي الامور، وطبعا هو كان مشغول جدا في عز انشغاله طبعا لترتيبات جماهير النادي المصري لو لعب في اسماعيليه. المباراه المصري بتقام حاليا في اسماعيليه بالظبط. الموضوع يعني مش عشان ملعبه وداخل مش وقت مناقشه دلوقتي حاليا، او ما فيش مجال ان احنا نتكلم في الموضوع ده حاليا، خاصه ان المصري والاسماعيلي مش هيكملوا الدوري على استاد اسماعيليه لان الاستاد هيدخل ده احنا مرحله انت سامع الكلام اللي هو بتاعه بيقول لك الغاء الدوري. احنا مش عايزين يبقى ده المبرر، مش عايزين نوصل مش عايزين يبقى الشغف ده هو ده المبرر انه يبقى على صوره مصر بالظبط. فاحنا يعني الانديه دلوقتي بتقول لا مش عايزين نلغي الدوري، عايزين نكمل. انا في 3 نقط نفسي ان احنا نستفيد منهم من وراء تنظيم بطوله افريقيا، وهي اول حاجه صيانه الملاعب. طبعا عايزين نستفيد دي فرصة ان ملاعبنا وملاعبنا اللي موجوده هنعرف ازاي هنبني نجيله جديده وطبقه نجيله جديده وطبقه صرف جديده. تاني حاجه الصيانه والمحافظه على الشكل وجمال النجيله. بنية اساسيه بقى، تالت حاجه بقى كهرباء وغيره خدمات. تالت حاجه انا نفسي في حاجه تحصل، بس احنا بنشوف في اوروبا ملعب تدريب وملعب مباريات. ملعب المباريات ممنوعا ان حد يحط رجله فيه الا يوم المباراه، ايا كان. لو رئيس النادي مش هيعدي من نجيله الملعب. نجيله الملعب هناك ليها قدسيه وليها احترامها. جابون كان شكل ملاعب التدريب ايه؟ كانت اوض، كانت اماكن عامله زي قاعات مش ملاعب. وعلشان كده لانه الملاعب الجابون نفسها كانت بايظه كلها. هم اختاروا مصر. ليه اختاروا مصر؟ وقت كويس، الجو كويس، البنيه التحتيه موجوده في مصر، لكن عايزين نحافظ على جمال احنا ان شاء الله نستفيد كمان مش بس التوضيب الملاعب، توضيب كل ما محيط بالملعب. عايزين شوارع البنيه الاساسيه، دخول الجماهير دخول الجماهير بنظام. واتمنى ان يكون في مع المدرجات او في كل مدرج يكون في من الناس اللي هم اكيد هيساعدوا الجماهير ان هم يدخلوا ويقعدوا في اماكنهم. المتطوعين دول يكون فيهم ناس يعني اخصائيين نفسيين، اخصائيين في علم الاجتماع، اجتماعيين، ان هم يقدروا لما يكون في مشجع يعني متعصب هيبدا يلفظ بلفظ ممكن نقدر نحتويه. يكون في كلام. يبقى انا دلوقتي لما بشوف حد متعصب هو اكيد عايز حد يقول له معلش يعني اعتراضك ده مش كويس على شكلك انت كانسان. صحيح. طبعا الصوره اللي غير لائقه ما ينفعش. فلما يتلاقي حد بيتعامل معاه بهذا الاسلوب وهذا الشكل بشكل محترم وبشكل هادي، اكيد هو خلاص يعني انا امتص الغضب. مرحله امتصاص الغضب هو كيف يمتص غضب المشجع السائر المعترض داخل المدرج. لو نجحنا ان يبقى في متطوعين قادرين ان هم يشتغلوا على العامل ده، اكيد طبعا ده مش هيبقى موجود في بطوله افريقيا، ولكن اذا تم تطبيقه في بعض المباريات وبعض المواجهات مره مع مره نقدر نكتسب هذه الفكره وهذا الدور ان هو ننقله لملاعبنا في مصر في حاله عوده لمباراه الدوري. ننتقل على الناشئين. هيستفيد احنا كنا اتكلمنا في وقت يعني انا كنت بتابع كده الموضوع، فطبعا يعني كنت عرفت خبر ان المصري عايز 2 ناشئين من نادي الزمالك. انا طبعا يعني اتضايقت جدا من الموضوع كواحد من متابعين ومحبي النادي المصري، خاصه ان انا عندي ناشئين. ما انا في 8 تعاقدت معاهم دول. فانا اتكلمت دول الكابتن ايهاب شافهم لما كان موجود في الزمالك. لا هو شافهم. لا كابتن ايهاب راح اتفرج على مباراه لفريقين النادي المصري. يعني عملوا مباراه وديه فعجبوا 2 من ناشئين الزمالك. لا
الترشيحات دي مترشحه من نادي الزمالك او في كلام يعني قالوا له عندنا الاولاد دول كويسين. بالظبط عندنا وهم الاولاد دول كويسين بتوع نادي الزمالك. لا ممتازين جدا، الناشئين عندهم هايلين وبشهاده مدربين نادي الزمالك. ولكن انا بتكلم على ناشئ عندي في بورسعيد، بتكلم على وضع النادي المصري، بتكلم على الحاله النفسيه لناشئ بيلعب طول سنينه ان هو يتمنى ليه امل انه يصعد بالظبط. انما بعد ما اقول ان انا كابتن ايهاب كان عندي بيتفرج على المباراه وتاني يوم، طب حصل ايه؟ لا حصل ان تدارك الموقف. يعني وده اللي حصل بالتعاقد مع الثمانيه. كابتن ايهاب شاف الاولاد دول في التمرين ونزلوا معاه يومين. كان خلاص حلوه يا كابتن. لا مميزه مميزه وليهم مستقبل. ولو حتى انا لو حتى مستواه 50% وانا بساعده وبدعمه في وسط الكوكبه النجوم الموجوده في النادي المصري حاليا، بالتاكيد هيبقى لهم دور. وده يمكن الدور اللي موجود والمفروض ان يحصل من الاستاذ احمد شامله عضو مجلس اداره النادي المصري مشرف على قطاع الناشئين، ومعاه كابتن حسام غويبه ومعاه برضو مجموعه من المدربين. لازم الثمانيه دول يبقوا هم المرايه اللي موجوده عند كل لاعب في كل محاضره لفرق الناشئين. عندي 8 صعدوا خليك زيهم. عندي لعيبه صعدت من فرقتك، زميلك اللي كان بيركب معاك امبارح ورايح التمرين دلوقتي ما فيش معاك في قطاع الناشئين، دلوقتي بقى راح الفريق الاول. خلي حلم طموحك وحدودك كده، اشتغل على هذا الاساس. لما يبقى عندي طموح بالظبط. الاسماعيلي كان انا عايز ده يحصل. عايز كل فتره تطلع ناشئ وتعمل له عقد. استثمر في الناشئين بتوعك، ابعت اعارات لانديه يحتكوا في الانديه دي، وبعد كده يرجع لك يلعب تاني. محمد بسيوني واحد من ناشئين النادي المصري وبيلعب حاليا في انبي وبيقدم مستويات مميزه جدا. محمد بسيوني راح اعاره لنادي المريخ في الدرجه الثانيه الاسم الثاني، ورجع النادي المصري ما شاء الله قدم معاه موسمين مميزين. وبعد كده اتحاد الشرطه وراح اسلام صلاح كابتن الفريق وهو ناشئ صعد فريق اول. بعد كده راح نادي الداخليه قدم معاه مستوى مميز، وبعد كده رجع فريق الاول ودلوقتي قائد الفريق. يعني برضه هكمل لسه في المصري، وكان عندهم انتخابات كان انتخابات تكميليه على منصب النائب صح كده؟ وفاز مين الاستاذ معتز عوض. مشكاك ده عضو مجلس يعني نجح في منصب نائب الرئيس. ليه لقب عندكم اسمه ابن المدرج صح كده؟ هو يعني واحد من الناس ما استلمش لسه. لا لسه ما استلمش. ليه بقى؟ معتز واحد من الناس الطيبه اللي يعني حياته كلها في المدرج، وانسان بسيط وانسان عفوي كويس، مشجع حلو. وطبعا ما هو كله في بورسعيد مشجع. وعلى فكره كل اللي في مجلس الاداره ولكن ده مشجع يعني ايه، طيب جدا ومحترم جدا. وكلهم طيبين. لا وكلهم طيبين. لا ومعتز طيب. فيمكن حصل ايه معاه بعد ما نجح؟ وكان في الاستاذ علي فكري برضو، ده عضو نجح بالعضويه ولكن تزكيه. هو الى حد الان ما فيش استلام للمهام، او ما فيش اعتماد من اللجنه الاولمبيه. يمكن الاستاذ معتز بيتواصل معايا ويعني هو بيكلمني. ايوه انا عايز النتيجه. انتوا بتكلموا بعض، قول لي حصل ايه. مفيش جديد. اللجنه الاولمبيه معطله الموضوع ليه؟ هو راح اللجنه الاولمبيه اكتر من مره وقالوا له لسه ما فيش اعتماد. مفيش اعتماد للنتيجه وحتى والله كان لسه يعني اعتماد للجمعيه العموميه عموما ولا القرار ده تحديدا؟ لكل كده الميزانيه. هو كان في بندين، الميزانيه وحيله مركز المحاسبات. حيله مركز المحاسبات. والانتخابات تم انتخاب معتز ونجح علي فكري. هو طبعا التساؤل التاخير ممكن نقدر نقول يعني هو اعتماد مجلس اداره النادي المصري كان في الانتخابات وصل بعد شهر. ممكن نقول في شهر ما نعرفش. هل ممكن يبقى يحصل في حاجه في تعطيل؟ حاله القلق من التعطيل دي عند النائب اللي فاز ولا عند مجلس الاداره كله؟ عند النائب اللي فاز. هو عايز يعرف يعني مجلس الاداره هل بيسعى انه يضم العضو ده؟ هم راضيين عايزينه يبقى معاهم ولا مش عايزينه؟ هقول لك الصراحه ولا لا الصراحه طبعا. ما هو يبقى الصراحه مش عايزينه. لا يعني هقول لك حاجه، الوضع مختلف. انا ما هو كان راح تمرين من كام يوم، فقالوا له يعني معلش لسه ما استلمتش او لسه ما بقتش بشكل رسمي، فمش هينفع تدخل بشكل رسمي للاعضاء مع المشجعين. وهو فاز بمنصب نائب رئيس النادي. لسه ما بقاش رسمي، احنا بنتكلم رسميا. نائب رئيس مجلس احنا بنتكلم بشكل رسمي بصوره رسميه للموضوع. تمام. ما انت عارف احنا هتتكلم رسميات. هو الراجل قال لك انا مش هسيب حقي، انا طبعا. عايز اللجنه دي جمعيه عموميه انتخبته وده حق زي ما كلهم منتخبين اعضاء جمعيه عموميه. يعني كل المجلس ده منتخب اساسا. هو مش ذنبه صح كده. هو راجل انطبقت عليه شروط الترشيح. نزلت اعضاء الجمعيه العموميه انتخبته. هو اي حد من حقه يرشح نفسه من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي. صح كده بالظبط. يعني ما ينطبق عليه الشروط.
تمام، انطبقت عليه الشروط وتم الفحص والمعاينه ونزل معتزل في الانتخابات، والجمعيه العموميه مش حاله وحيده في الانديه المصريه. احنا عندنا برضو في الزمالك نفس القصه، عندنا انديه، في انديه على فكره في ممكن الصراعات دي، لو في صراعات زي دي، ما هو هتخلي المسؤول. انا هنا نائب رئيس نادي اسمه نادي العبور، مدينه العبور، وبقالهم سنه ولا حاجه منتخبين ومحدش عايز يسلمهم مجلس الاداره خالص. يعني معتز ممكن فممكن يقعد له والله، وراجل مستشار على فكره، ده نائب رئيس مجلس الاداره، ده راجل مستشار، والصراع اللي كنا شايفينه يعني راجل قانون ومش عارف يخلص اموره بالقانون. هو في حاجه، انت بتتكلم على تعديلات قانون الرياضه، وقانون الرياضه اللي لسه جديد، لسه بنشتغل، ولسه في تعديلات دلوقتي موجوده للقانون، احنا مش عارفين هنمشي على اي حاجه. يعني هو العيب دلوقتي مؤخرا هو انت مدخل قانون جديد ومحدش عارف ينفذه. ايه رايك بقى ان احنا نعدل القانون الجديد بقى؟ ما هو في تعديل ليه، في تعديل ليه بيحصل، في مناقشات جاريه في مجلس النواب. بالظبط كده. فاحنا محتاجين ان يكون عندنا ثقافه اولا، ان ما يبقاش فيه، يعني عارف انت، احنا الحاجات اللي بتيجي من خرم ابره لازم كده، انت عارف اللي. طيب انت حضرت حاجه من المناقشات دي؟ بحضر مناقشات، وبيبقى فيه يعني اكتر من، يعني بكون متواجد في لجنه الشباب والرياضه واكتر من مره. يعني بيسمعوا الناس، بس يعني هي بيسمعوا الاقتراحات من اكتر من جهه معينه، زي نقابه المهن الرياضيه، زي النقاد الرياضيين، زي اساتذه الجامعات المختصين بالشان الرياضي، الاتحادات، انديه الدوري الممتاز. لسه هيكون في اجتماعات لانديه القسم الثاني. كويس. مراكز الشباب بيحاولوا يشوفوا يعني ايه الاخطاء اللي موجوده، او ايه الامور اللي عايزين نصححها. واللجنه الاولمبيه ايضا حدود اللجنه الاولمبيه برضو في موضوع المشاكل اللي بتحصل، ومين اللي تاخد الحل النهائي بتاعه. كويس. الناس بتقول ارائها، هم بيسجلوها وبيحاولوا بقى يصلوا لصيغه في النهايه. بالظبط كده. طب خلينا نقول كده مجموعه عناوين ونناقشها مع بعض. نروح للاهرام. الاستاذ عبد الحكيم ابو علم: الاهلي يحدد 200,000 دولار لاعاره مؤمن زكريا إلى أحد السعودي، قيد 25 لاعب، والموافقة على إعارة ميدو وعلاء والإبقاء على أكرم. محمد نبيل بيقول: الليلة الزمالك في اختبار إفريقي أمام اتحاد طنجة في ملحق الكونفدرالية، الفوز فقط يضمن التأهل للأبيض، وطالب يعتمد استراتيجية دفاعية. أشرف إبراهيم بيقول: اليوم السبت بالطبع في الدوري الممتاز، المقاولون يخشى توهج النجوم نهارا، وبيراميدز في مناورة مع الطلائع. أيضا أحمد طاهر، وكان لسه ضيف صديقنا وائل إبراهيم في نايل كورة من شوية: منتخب مصر الليلاد ينتفض قبل انطلاق مباريات الدور الثاني للمونديال، الفراعنة في مواجهة صعبة أمام النرويج غدا، والفوز شعار للجميع. محمد الخولي في الأهرام: الجهاز الفني للمنتخب يستعد لكأس الأمم الأفريقية، أجيري ينتظر موعد القرعة ومباراة النيجر لوضع برنامج الإعداد. ليفربول في اختبار سهل امام كريستال بالاس لتأميم صدارة الدوري الانجليزي، مواجهة نارية بين ارسنال وتشيلسي في سباق التأهل لدوري ابطال اوروبا. سمعت ان النني بيقولوا جاي الدوري المصري؟ لا صعب. هو تفتكر دي هتبقى مفاجأة بيراميدز؟ لا هو ده في صورة ناني نزلها. ناني ولا شيكابالا ولا النني؟ اصل ناني وفي ناس شالت الالف وخلتها نني. هقول لحضرتك حاجه، في شهر يناير بالذات لو انت كتبت قلت مين اي حاجه هتبدا وتمشي وتجري. انت قلت الكابتن الخطيب نفسه وهينزل في ممكن الناس تصدق يعني. طيب هنشوف يعني هل هيكمل نني اساسا في الدوري الانجليزي ولا على احد. على ذكر احد السعودي، احمد جمعه مهاجم المصري راح احد السعودي ب 400,000 دولار. 400,000 دولار بس لسه البطاقه الدوليه هتوصل. هو المبلغ خلاص يعني وصل للنادي المصري. البطاقه الدوليه المبلغ ده هيروح في تسديد الفلوس بتاعه اللعيب الافريقي ده. وفي برضه احتمال بانسي مهاجم المصري ممكن يرجع الاسبوع الجاي. ده الراجل قال في عنصريه في مصر. عقل شويه ايه ده 3-4 مرات يهرب. ده اللاعب الهارب الدائم. وانا مش عارف. وبعدين مشي وقال كلام سيء. يعني ازاي الفرقه هترجعه حتى لو كان ايه يعني؟ مش في مبادئ برضه. في مشكله دلوقتي. ده الراجل اتكلم على مصر كلها مش على المصري بس. هو الراجل يعني فاهم، اتكلم على مشكله حصلت له. وكان في برضه طبعا يعني انت عندك في مصر قانون الرياضه الجديد. انا مش عايز يعني عايز هو معاه باسبورين الشاب ده. باسبور في النادي ومعاه باسبور عايز اقول حاجه. اللوائح دلوقتي انا كنادي بيصرف فلوس هو ملزم ببعض الاجراءات اللي لازم ياخدها قبل ما يصرف فلوس. هو بانسي قال لك انا عايز الفلوس. طب ما فيش فلوس. لازم فلوس. هو هرب كم مره؟ 3 مرات صح؟ لا ما بعدش بس 3-4 مرات ده الموسم.
طب يعني هيجيبوه عشان بيساعدوه؟ هنشوف. عايزين يوصلوا معاه الحل لان هو موجود على القائمه. طب حدد مواعيد الهروب بتاعته هتبقى كام مره في السنه؟ لا هو ده مش من غير تحديد على فكره، ده هو ممكن يوصل ويرجع تاني. ايوه انا بقول لك يعني هل هو حدد لهم في يعني هو برضه على فكره كلمه بنسيه هرب ده بقى موضوع عادي في بورسعيد. يعني ده الناس متعوده على كده. موضوع كوفي بقى اللي لسه محمد كوفي في المصري، دي قصه بقى ايه؟ دي قصه تانية مختلفه تماما. المصري خلاص يعني راجل استنفذوا معاه كل المحاولات للتجديد، وكوفي طب عايز ايه؟ ما اعرفش. هو جاي له عروض؟ هو ما اعرفش هو بيفكر في ايه. هو فكر ان يعني برضه في حاجه حصلت برضه من بعض السلبيات اللي بتحصل. كوفي انت بتجدد معاه، طب كوفي ما قعدش او تحجج بعض الظروف. طيب مفترض انا، وطبعا هو يحق له ان هو يعلن او يوقع على اي نادي في خلال الفتره دي، خلاص انه عقده ينتهي اخر الموسم. ولكن في حاجه تدارك في بورسعيد ارقام كده، رقم $300,000 ان هو اتعرض على كوفي. طب وبعدين كوفي قال ما تعرضش عليه الرقم، كلمنا مجلس اداره النادي المصري قال لا ما عرضناش الرقم ده على كوفي. $300,000 برضه مبلغ كبير في الموسم. وبعد كده النادي المصري نزل بيان قال لا ده انا اخد مني $15,000 كمان زياده عن مستحقاته. طب كابتن ايهاب جلال يوم الاربعاء على ما اعتقد قعد مع كوفي طول التمرين، ما مرنش الفرقه، قعد معاه وما اتمرنش لا كوفي ولا كابتن ايهاب كانوا موجودين. وتاني يوم كان في جلسه، والنهارده كوفي بينزل يتمرن. طب ايه الحل؟ ايه الموضوع؟ لسه ما حدش عارف. لسه محدش عارف إيه كوفي ناوي على ايه. المصري قال له هنجدد لك. تمام. طب عايز رقم كام؟ طب كوفي برضه بيقول لك انا محتاج ان انتوا تحترموني، محتاج ان ما حدش يضغط عليا في موضوع التجديد، وان انا اخد مستحقاتي في سبيل ان انا اجدد. مفيش قطع او رد قطعي في الموضوع ده حتى الان، مش عارف. كابتن ايهاب جلال برضه بيحاول يحافظ على اللعيب، لان حتى كمان في احمد شكري ممكن يمشي لانه جاي له من انبي والمقصه عروض وعايزين يدخلوها. التدعيمات الجديده كمان في بعض المراكز اللي ممكن لو النادي المصري ما ضمش لعيبه من الدوري الممتاز هيضم من القسم الثاني، وهو الحل واللجوء الوحيد. وده نجح مع المصري مع حسام حسن مؤخرا. نجح ولا لا؟ نجح وجاب نتيجه. في بكره ممكن الدكتور علي الطرابيلي ممكن يتوجه لنادي القناه، في لاعب اسمه اسلام نبيل للنادي المصري، يعني تدخل محافظ بورسعيد مع الفريق مهاب مميش ان هو يعني اللاعب ده النادي المصري يحصل عنه. لاعب برضه في مركز وسط الملعب. ويمكن ده يكون صفقه من الصفقات اللي ممكن النادي المصري يعني يبقى تدعيمات. منطقه القناه فيها مجموعه من الانديه. هو كابتن ايهاب جلال قال انا مش هضم اللعيب، قال اللي هو يقدر ينفذ لي الطريقه بتاعته، الاسلوب بتاعه، ويلعب بالاسلوب بتاعه. نجوم قال لك لا انا عايز اللعيب اللي ينفذ الطريقه بتاعتي. كمان ضيق مع كابتن ايهاب انه هينتبه للفرقه ولا ينزل يبص على اللعيبه. صحيح انت عندك في القناه مجموعه انديه محترمه جدا، انت تعرف تجيب من المريخ، تعرف تجيب من القناه، تعرف تجيب من الرباط والانوار، تعرف تجيب من ده ابو سوير، كان مركز شباب سوير كان في وقت من الاوقات كان موجود في الممتاز بقوه كبيره جدا، في لعيبه هايله جدا. الدرجه الثانيه هي الحل، بس المدير الفني اللي يدي فرصه، وموجوده كابتن ايهاب جلال ولكن والصبر برضو على اللعيبه دي. ولكن برضو في جزء برضو كده عايزين النادي المصري يتواصل مع الاعلاميين بشكل كويس. عايزين النادي المصري الفتره الجايه ما يتواصلش مع الاعلاميين، يعني التواصل مش معقول انا مثلا هطلع يعني في عندي مثلا معلومه. في عضو كان المفروض كل نشاطه اعلامي يعني صديقنا طارق هاشم، يعني المفروض يعني انا لما يبقى عندي معلومه او في عندي معلومه تضايق حضرتك، مش معقول تقول لا ما تردوش عليها او ما تتعاملوش معاه. يعني مش معقول. اصل هو دي دلوقتي في صحافه وفي اعلام، انا لازم يبقى عندي الشيء الايجابي والشيء السلبي. طب ما انت عارف الصحفي ما يعني صحيح. لا ما خاصه انه المعلومه انت عارف الفيسبوك حضرتك يعني بينشر كل حاجه، فكل حاجه ممكن الناس تصدقها. وصل المعلومه الصحيحه للناس، الناس تطمن. لا وغير كده كمان انت التعامل مع الصحفيين والاعلاميين في لازم يكون في دايره يعني المهنيه بالظبط. مش انت حبيبي بتكتب عني، ما بتكتبش عني يبقى مش حبيبي. انا ما ينفعش تبقى انت حبيبي اطلع لك ورقه كده وانت مش حبيبي ما اعرفكش. يعني هو اصل الحاجات دي معلش ما لهاش علاقه بالحب لا انا في قواعد اتعامل بيها وترحب بكل الناس، واللي ينتقد زي اللي بيقول عنك. في النهايه الكل بيحب اصل انا النهارده النادي المصري هينتقد وهيمدح. هينتقد وهيمدح، مش ماشي على طول في نفس الطريق. لو انا ماشي على طول في نفس الطريق طبعا يبقى كده بقى ما يعني مش على طول هيمدح على طول ولا هينتقد على طول. انت وضح المعلومه، وضح الامور، اعمل جلسات مع الصحفيين، وضح ليهم الدنيا، حط طريقه وخريطه ودور بقى بعد نفس الموضوع برضو للجماهير. لازم الجماهير يبقى فيها معاها تواصل طبعا. اسمع للجماهير، شوف الجماهير نفسها ايه اللي يتحقق
وتسمعه. انت لدرجه كده واحده من المظاهر الاعتراضيه اللي كانت موجوده في بورسعيد ان الجماهير عملت حمله صاحبه ثقه من مجلس اداره النادي المصري. واستخدموا حقهم، والمحافظ اتدخل على فكره. استخدموا لا هم استخدموا حقهم ان هم جمعوا استمارات واعضاء جمعيه كاعضاء جمعيه عموميه. طب ايه اللي يوصلهم ان هم يبداوا الحاله دي ليه؟ ممكن اكيد هم قدموا اقتراحات ومحدش سمعها ان شاء الله، وانه يعني جماهير النادي المصري تبقى واقفه ورا فرقتها الفتره اللي جايه برضو. جماهير النادي المصري جماهير وفيه جدا، وفيه جدا، وعمرها لا عمرها ما بتبعد، عمرها ما بتبعد عن فريقها. وغير كده كمان جماهير النادي المصري بتقدم كل يوم رمز للوفاء واشكال مختلفه جدا للتشجيع المثالي. هنشوف ده بطولات افريقيا. انا عايز لا عشان خلصت للاسف بطوله افريقيا. أيوه. بطوله افريقيا الاخيره، المباراه الاخيره اللي كانت المباريات الافريقيه. شوف الشكل الجمالي والمثالي الجماهيري، وكان الملعب كومبليت بال 20,000 و30,000 حاجه. ان شاء الله المجموعه اللي هتتلعب في بورسعيد هتكون ناجحه بجمهور بورسعيد. بشكرك جدا، انا سعيد اني كنت موجود مع حضرتك الشرف. ويعني ان شاء الله كده يعني نطمن وتبقى اللي حصل النهارده كده حاجه عابره، وان شاء الله هنبقى احسن باذن الله. شكرا ليك، ربنا يخليك. بشكر حضراتكم كمان مشاهدينا، ونتمنى كل التوفيق باذن الله.